كل طلب تطلبه اعرف انه موجود في ذاكرة الله، والله لم ينسه ولم ينساه، وسيستجيب هذا الطلب في الوقت المناسب بمشيئته الصالحة الطوبوية. اطلب وسيب ربنا يختار لك الصورة المناسبة للطلب اللي انت عايزه. ربنا هيحقق لك رغبتك لكن في الوقت الذي يراه مناسبا، فانت هتستجاب وتأخذ ما هو خير لك وليس بالذات ما تطلبه بالحرف. احنا ساعات بنكون قلقانين من السرعة، نطلب الطلب وسرعة 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 والحاح وسرعة وما نفكرش ندي ربنا فرصة. نحن لا نعرف ايه المفيد لينا، ربنا يعرف اكتر مننا، فلازم الحاجة اللي الواحد يطلبها تكون موافقة لمشيئة الله وموافقة لحكمة الله وحسن تدبيره. جايز تكون الحاجة مش كويسة وجايز تكون كويسة، لكن ربنا بيدور على حاجة افضل منها. بتقدم لربنا مشكلتك وبتقترح حلول، ربنا هيوضب لك موضوعك بس جايز بحلول اخرى. وممكن ربنا يعطيك دون ان تطلب، زي اب بيشوف احتياجات اولاده وبيعطيهم دون ان يطلبوا، لكن لما بيقول اطلبوا علشان انت لما بترفع قلبك لله ويعطيك بتزداد العلاقة بينك وبين ربنا، تزداد الرابطة بينك وبين ربنا، يزداد الحب اللي بينك وبين ربنا نتيجة عطاياه. صدقوني الخيرات التي يعطيها لنا الله دون أن نسأل أكتر بكتير جدا من الحاجات اللي بنطلبها. يا ريت إن احنا باستمرار تكون لنا صلة بربنا، نعتبره القلب الحنين اللي نطلب منه. قليل مننا اللي بيشكر وغالبيتنا بنطلب، ولما تجيلنا الحاجة ننبسط ونستريح وننسى نشكر عليها. كيف تطلب؟ تطلب بانسحاب، تطلب بلجاجة، تطلب بإيمان، تطلب بقلب، تطلب بحرارة، تطلب بمشيئة ربنا. اعطي لكي تعطى، خليك حنين في طلبات الناس اللي بيطلبوها منك عشان لما تطلب من ربنا يعاملك بنفس الحنية وأزيد شوية. عايز ربنا يعطيك طلباتك، خليك لطيف مع الآخرين، كل شيء تقدر تعمله للناس اعمله، كل سؤال يسألوه الناس وبإمكانك انك تعمله اعمله. خليك قلب حنين وطيب ومعطاء، وخليك كريم في عطائك، وخليك مستجيب لكل صرخة، فحينما تصرخ يستجيب الرب ليك. ساعات احنا ما نلجأش لربنا في سؤالنا غير بعد ما نجرب كل الوسائل وما تجيبش نتيجة، وبعدين آخر الخط نقول له يا رب ما فيش غيرك. زي بعض هو نفسه بيقول ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني.